الرحمن الرحيم. هنتكلم عن الأكاسيد. أكاسيد من اسمها كده يبقى هي مركبات فيها أكسجين. الأكسجين ده يعني لابد أن يكون فيها عنصر الأكسجين. الأكسجين ده هو إما يرتبط مع عنصر فلزي أو يرتبط مع عنصر لا فلزي. إذن الأكاسيد هي مركبات تنتج عن ارتباط الأكسجين بعنصر فلزي أو عنصر لا فلزي. أنواع الأكاسيد: الأكاسيد لها أنواع، إما أكاسيد فلزية أو أكاسيد لا فلزية. الأكاسيد الفلزية يعني الأكسجين بيرتبط مع عنصر فلزي، الأكسجين يرتبط مع عنصر فلزي زي أكسيد الصوديوم، إن الأكسجين يرتبط مع الصوديوم وده عنصر فلزي، اداني أكسيد الصوديوم اللي رمزه Na2O. تاني مثال أكسيد الألمنيوم، إن الأكسجين ارتبط مع عنصر فلزي أيضا اللي هو Al اللي هو الألمنيوم، فاداني أكسيد الألمنيوم Al2O3. طب الأكاسيد اللافلزية يعني أكسجين مع عنصر لا فلزي، ينتج من اتحاد الأكسجين بعنصر لا فلزي. زي إيه؟ الأكسجين يرتبط مع الكربون، والكربون ده هو عنصر لا فلزي CO2 اللي هو ثاني أكسيد الكربون. أو الأكسجين يرتبط مع عنصر لا فلزي، ده مثال تاني اللي هو الكبريت S ويدينا SO3 اللي هو ثالث أكسيد الكبريت. هننتقل إلى الأملاح. يعني احنا خدنا أنواع المركبات الكيميائية، الأحماض والقلويات والأكاسيد، ورابع نوع معانا الأملاح. الأملاح دهيا توجد ضمن مكونات القشرة الأرضية، يعني موجودة في الأرض، في القشرة الأرضية في الأرض، أو زائبة في مياه البحار والمحيطات، الملح اللي دايب في البحار والمحيطات. طيب الأملاح ديت تختلف عن بعضها في الخواص، ففي أملاح يعني بتختلف عن بعضها في اللون والطعم والرائحة، اللون والطعم والرائحة، وتختلف أيضا في الذوبان في الماء. ففي أملاح بتذوب في الماء وأملاح لا تذوب في الماء، فهنقسم الأملاح حسب الذوبان في الماء إلى أملاح تذوب في الماء وأملاح لا تذوب في الماء. أملاح تذوب في الماء زي NaCl اللي هو كلوريد الصوديوم، أو Na2S كبريتيد الصوديوم، أو K2SO4 اللي هو كبريتات البوتاسيوم، أو CaNO3 باي 2 اللي هو نترات الكالسيوم. كل الأملاح ديت بتذوب في الماء. طب أملاح لا تذوب في الماء، لا تذوب في الماء زي كلوريد الفضة AgCl، يوديد الرصاص BbI2، كبريتات الرصاص BbSO4، كربونات المغنيسيوم MgCO3. طيب هننتقل إلى نقطة أخرى وهي تركيب الأملاح. مما يتركب الملح؟ يتركب من اتحاد أيون فلز موجب مع أيون لا فلز سالب، أيون فلز موجب مع أيون لا فلز سالب. زي إيه؟ ال NaCl، فين الأيون الموجب؟ ال Na الصوديوم، وفين الأيون السالب؟ Cl، اداني ال NaCl اللي هو كلوريد الصوديوم. طيب Br2 اللي هو بروميد الرصاص، بيتكون من اندماج أو اتحاد الرصاص اللي هو الأيون الموجب مع الBr اللي هو الأيون السالب. طيب تاني شكل للملح، بيرتبط من اتحاد أو ينتج من اتحاد أيون فلز موجب مع مجموعة ذرية سالبة. زي ايه؟ ال NaNO3، فين الأيون الموجب؟ ال Na مع المجموعة الذرية السالبة ال NO3، واداني نترات الصوديوم. طيب مثال آخر ال MgCO3، فين الأيون الموجب؟ ال Mg، وفين المجموعة الذرية السالبة؟
CO3 اللي هو كربونات المغنيسيوم. طيب الشكل التاني للملح، مجموعة تتكون من اندماج أو اتحاد مجموعة ذرية موجبة مع أيون لا فلز سالب. طب زي ايه؟ ال NH4Cl اللي هو كلوريد الأمونيوم، فين المجموعة الذرية الموجبة؟ ال NH4. وفين الأيون السالب؟ Cl. مثال آخر، ال NH4Br، فين المجموعة الذرية الموجبة؟ ال NH4. وفين الأيون السالب؟ الBr اللي هو البروميد. طيب الملح يمكن أن ينتج أيضا من اندماج أو اتحاد مجموعة ذرية موجبة مع مجموعة ذرية سالبة. زي ايه؟ ال NH4NO3 اللي هو المجموعة الذرية الموجبة اللي هي ال NH4، والمجموعة الذرية السالبة ال NO3، ويكون لي نترات الأمونيوم ملح. طيب أو ال NH4CO3 ده مثال آخر، مجموعة ذرية موجبة اللي هي ال NH4 مع مجموعة ذرية سالبة اللي هي كربونات الأمونيوم. في أملاح شائعة زي ملح الطعام اللي هو كلوريد الصوديوم، هو مشهور باسم ملح الطعام إنما هو اسمه العلمي كلوريد الصوديوم NaCl. ملح باروتشيلي اللي هو نترات البوتاسيوم اللي هو رمزه KNO3. بلورات التوتيا الزرقاء اللي هي كبريتات النحاس المائية. طيب في هنا ملحوظة هامة، إن الأيونات السالبة، كل الأيونات السالبة تكون أملاح، يمكن أن تكون أملاح ما عدا الأكسجين. كل الأيونات السالبة تكون أملاح ما عدا الأكسجين، لأن لو أكسجين ارتبط مع عنصر آخر هيكون لي أكسيد. إنما بقية الأيونات السالبة زي الكلور زي البروم بيكون إيه؟ أملاح، لما يرتبط طبعا مع إيه؟ مع أشق تاني موجب. طيب ملحوظة هامة أخرى، إن جميع أملاح الكربونات لا تذوب في الماء، الكربونات لا تذوب في الماء ما عدا كربونات الصوديوم والبوتاسيوم والأمونيوم.